تخيل معايا انت ماشي في الشارع وفجأة تشوف شعار من غير ما تقرا كلمة ومن غير ما حد يشرح لك انت عارف ده تبع ايه. الشعار بقى لغة، رمز، بيحكي قصة كاملة في لحظة تقدر تميزه. حتى لو ما بتعرفش تقرا، كم مرة سألت نفسك جه منين وليه معمول بالشكل ده؟ تعال نرجع ورا الكواليس مع أشهر الشعارات في العالم. أبل سنة 1977، المصمم روب جانوف قعد يدور على شكل بسيط يعبر عن التكنولوجيا والمعرفة. رسم تفاحة، بس علشان ما يفتكروش إنها كرز أو طماطم عمل فيها عضة. في ناس بتقول التفاحة رمز لقصة نيوتن، وناس تانية بتربطها بتفاحة آدم وحواء والشغف. لكن المؤكد إن التفاحة المقدومة بقت رمز للإبداع وكسر القواعد. الغريب إن أول شعار لأبل ما كانش كده خالص، كان رسمة معقدة جدا لنيوتن تحت شجرة. الشركة شالت ده وبدأت من جديد، ومن يومها التفاحة البسيطة بقت العلامة. كأنهم بيقولوا إحنا هنا علشان نجرب ونغير. نايكي، القصة بدأت سنة 1971 في ولاية أوريجون، شركة صغيرة بتبيع أحذية رياضية. صاحبها طلب من طلبة جامعية اسمها كارولين ديفيدسون تعمل لهم شعار. كارولين رسمت خطوط كتير لحد ما وصلت لخط منحني بسيط بيرمز لجناح إلهة النصر في الأساطير اليونانية. أتعابها كانت $35 بس، والنهاردة الشعار ده بقى يساوي مليارات. كوكاكولا، الناس ممكن تفتكر الشعار جديد، لكن الحقيقة أقدم من كده بكتير. سنة 1886 صيدلي اسمه جون بامبرتون اخترع مشروب غازي جديد. صاحبه في الشركة فرانك روبنسون كان خطه جميل، فكتب اسم كوكاكولا بخط سكريبت أنيق. ومن يومها نفس الخط تقريبا فضل ثابت. شعار عاش أكتر من 130 سنة واتطبع على ملايين الأزايز واليافط، وبقى جزء من الثقافة العالمية. فيديكس اللي اتعمل سنة 1994، للوهلة الأولى مجرد كلمة، لكن بين الإي والإكس في سهم مخفي بيرمز للسرعة والدقة. تفصيلة صغيرة بس بقت رمز الشركة. بي ام دبليو، الشعار ظهر سنة 1917، الألوان الأبيض والأزرق جايين من علم بافاريا في ألمانيا. وبعدين إعلان يتصور الشعار كأنه مروحة طيارة، ومن وقتها الصورة دي استقرت في دماغ الناس. الخلاصة، الشعار مش مجرد رسم أو ألوان، الشعار هو قصة بتخلي الناس يربطوا بينك وبين معنى، إحساس، أو حتى أسلوب حياة. الفرق بين لوجو عادي ولوجو يعيش للأبد إنك ما تعملش شكل حلو بس، لكن تبني حواليه هوية ثابتة وتخلي الشعار جزء من أسلوب يعبر عنك. ساعتها بيبقى لوجو خالد، مش مجرد لوجو جميل. سلام.